بيحصل في جسمنا اصلا سيكونس كده لما بنوقف السكر. إمم. انت لو انت واحد متعود كل يوم بعد الغداء بتحب تحلي، إمم. لو انت ما حليتش في يوم هيحصل ايه؟ هتحس بالصداع، هتحس زي ادمان. هو السكر ادمان، سكر ادمان. هييجي لك صداع. هيجي لك صداع وهتحس ان انت في حاجه مش طبيعيه، مش قاعد طب ده مظبوط. مش معناه إن السكر وطي في الجسم لا فتاكل حاجة السكر بتاعك مسكرة مش عشان لا مش السكر ما وطيش ولا حاجه، مش معناه آه. كده، معناه ان انت اوريدي كميه السكر اللي انت واخد عليها اقل شويه عن الايه اللي انت بتاخدها كل يوم. إمم. فطبيعي ان ممكن يحصل ايه، دي اول حاجه من الاعراض اللي بتحصل عادي بعد نص ساعه حتى من الوجبه لساعه انت بتحس كده. تمام. إمم. بعد 3 ايام بتبدا مزاجك وحش، انت ادمان زي الادمان بالظبط، إمم. بندخل في ان احنا حاله اكتئاب إمم. علشان نتيجه نقص السكر اللي انت هذا ما بتاخده. كنت أمُر به قبل أن آخذ اللوزية. وبعد كده كان عندي اكتئاب، بس خدت وتفك. دلوقتي حاسة إني دي عصبية مشكله بقى، زيادة. ليه بقى؟ لو احنا كنا صبرنا وما اخدناش اللوزيه إمم. بعد اسبوع بتبدا ان انت مزاجك يبدا يتحسن. بعد 3 اسابيع من وقف السكر الابيض تماما إمم. انت بتبقى خلاص كده اتخلصت من ادمان السكر، ما بيجيلكش كل الاعراض دي ولا ان انت 3 مرتبط أسابيع. بالظبط، بس ما بتدخلش سكر ابيض يعني، فاهم؟ خالص موقف سكر خالص. بعد 3 اسابيع انت فعلا بتتعالج من يعني الادمان إحنا ده. بنتكلم بإدمان إدمان، يعني ادمان دي رحلة ادمان هو زيه التعافي من بالظبط الإدمان. بالظبط. 3 اسابيع بتبقى خلاص، وده اللي بيقولوا حتى الناس اللي مثلا لما يكونوا بيعملوا دايت او كده إمم. ويوقفوا سكر ابيض خلاص ما بيبقوا